انك تكون عشت احداث مؤلمه في مرحله من مراحل حياتك ودابا كتحس بها ما بقاتش كتاثر عليك، ما كيعنيش بالضروره انك تجاوزتها. ممكن غير بدلتي البيئه وارتحيتي في الهروب. دير فلاش باك صغير ورجع راسك لشي مرحله في حياتك عشتي فيها شي حدث مؤلم. غادي تلقى انه في الغالب البيئه اللي وقع فيها داك الحدث ملي كترجع لها كتحس بمشاعر كتخلط عليك او الافكار ما كتبغيش تحبس. بزاف ديال الناس كيعتقدوا ان الماضي كيعيش غير في الذاكره، ولكن الفكره اللي كيطرحها كتاب The Body Keeps the Score كتقول حاجه اخرى مختلفه تماما، ان الماضي ما كيعيش غير في العقل، الماضي كيعيش حتى في الجسد. وتقول لي كيفاش؟ الصدمه مثلا ماشي غير ذكرى حزينه وصافي، الصدمه هي تجربه الجهاز العصبي ما قدرش يهضمها، كتبقى عالقه في شي بلاصه داخل الجهاز العصبي، حيت في ديك اللحظه الدماغ ما كانش عنده الوقت باش يحلل، ما كانش عنده الوقت باش يفكر، كان عنده غير مهمه وحده خصو يحميك. خذ معايا فاش كيوقع شي حدث قوي، عنف، اهمال، خيانه، الجسم كيعلن حاله الطوارئ. اللوزه الدماغيه كتقرا الخطر بسرعه وكتفاعل واحد من هاد الانظمه: الهروب، المواجهه والتجمد في بلاصتك. ولكن المشكل كيوقع ملي الحدث كيسالي والجسد مازال عايش في حاله الطوارئ. مثلا شخص كبر في وسط الدار فيها الغوات ديما، كبر ولكن الجسد ديالو مازال كيسمع اي صوت مرتفع بمثابه التهديد، حتى الا كان غير نقاش عادي مع صحابه ولا قال كيقول ما كاينش خطر، ولكن الجسد مشدود كيقول حاس بالخطر. كاين داكشي علاش كاينه ناس كتقول انا عارف ان الماضي سهل ولكن مازال كنحس بنفس الالم. السبب بسيط، العقل كيقدر ينسى ولكن الجسد ما كينساش بسهوله. الصدمه كتخزن في الجهاز العصبي، في التنفس، في التوتر، في ردود الفعل التلقائيه. داكشي علاش شي مرات الانسان ما كيحتاجش يفهم الماضي بوحدو، كيحتاج يعلم الجسد ديالو ان الخطر سهل. والمهم من هادشي كامل اللي خصك تفهم ان المشكل ماشي في انك ضعيف، المشكل ان الجسد ديالك كان كيحاول يحميك، وهاد الاليه كانت نافعه في واحد الوقت، غير الظروف اللي تبدلات. يعني خص حتى الاليه هي تبدل. وحتى ردود الفعل اللي كتشوفها عيب في الشخصيه ديالك ممكن تكون ذكاء من اجل البقاء في واحد الوقت. يعني فاش تكون كتعيش ديك اللحظه ما تسولش راسك علاش ما نسيتش الماضي، سول راسك اشنو مازال عالق في الجسد ديالي. الجسد ما كيحملش الماضي باش يعذبك، الجسد كيحمل الماضي غير باش يفكرك انه راه كان كيحميك. غير هو المنعرج اللي وصلتي له في حياتك كيبين ان هاد الحمايه اللي كانت ضروريه البارح اليوم ولات سجن كتعيشو. وهاد الشفاء ولا رحله العلاج سماها كما بغيتي تسماها، دير في بالك حاجه واحده، راه ما كيبداش ملي كتنسى الماضي، كيبدا ملي الجسد كيتيق ان الخطر سهله. والسلام عليكم.